عشان دي اللحظة البيت بتاعنا بينور وبنشوف تعبنا من أول التشطيبات لحد المرحلة اللي احنا فيها دي، فبنبقى فرحانين. فلو انت بتشطب بنفسك الفيديو ده هيكون مرجع كامل ليك في تشطيب الكهرباء. كمل معانا لآخر الفيديو عشان تستفيد أكتر استفادة. السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. النهاردة معادنا في فيديو جديد، والفيديو ده هتحبوه قوي إن شاء الله، لأن أنا بحبه، لأن المرحلة دي بالتحديد هي الأقرب لقلبي. عشان دي اللحظة البيت بتاعنا بينور وبنشوف تعبنا من أول التشطيبات لحد المرحلة اللي احنا فيها دي، فبنبقى فرحانين وشغلنا كله بيبدأ يظهر ويبان. مش هطول عليكم كتير، فالفيديو بتاعنا النهارده بنتكلم فيه عن خطوة تشطيب الكهرباء. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن خطوة من خطوات الكهرباء، بس كانت خطوة التأسيس، فاحنا عندنا خطوة التأسيس ودلوقتي بنتكلم في خطوة تشطيب الكهرباء. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على 3 نقط أساسية. أول نقطة وهي ازاي اختار القطع والمفاتيح والاكسسوارات قبل ما اشتريها. تاني نقطة هنتكلم فيها وهي خطوات التركيب، بداية من تفتيح الاسبوتات لحد لما نركب الأباليج والنجف بتاعنا. وتالت حاجة زي ما تعودنا في كل فيديو بنتكلم على شوية نصايح وتبس مهمة جدا جدا عشان نستلمها، أو إزاي نستلم بند تشطيب الكهرباء سواء من الكهربائي أو المهندس. فلو أنت بتشطب بنفسك أكتر استفادة. أول نقطة هنتكلم عليها وهي إزاي تختار النوع اللي أنت هتشتريه في القطع والمفاتيح بتاعتنا. ولازم نعرف حاجة في النقطة دي، وهي إن الخطوة دي مش بتكون في الشقة بتاعتنا وإحنا رايحين معرض الأدوات الكهربائية اللي هنشتري منه. لازم نبقى عارفين هنشتري إيه. وطبعا أول ما بتخش معرض الأدوات الكهربائية أنت بتنبهر جدا، سواء من الأنوار اللي موجودة أو الأشكال اللي موجودة، بتبقى اختيارات كتيرة جدا. فانت ممكن تغلط وتختار على اساس الشكل الحلو اللي قدامك، وبتنسى نقط كتيرة مهمة هنقولها دلوقتي. فاول حاجة بتحكمنا طبعا هي البادجت بتاعتنا. بس لازم ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا حاجتين في تشطيب الكهرباء، زي ما قلنا ان احنا عندنا قطع ومفاتيح، والمفاتيح الاوتوماتيك اللي بتبقى راكبة في اللوحة الرئيسية بتاعتنا. المفاتيح الاوتوماتيك مهم ان انا اختارها جودة عالية جدا، زي هاجر او شنايدر او اي بي بي. نيجي بقى للقطع والمفاتيح، ودي بيبقى عندنا فيها فرايتي كتيرة جدا، بس مهم جدا ان انا ابقى شايف من كل نوع الاكسسوارات موجودة كاملة ولا لا. وتاني حاجة الضمان، لازم اتأكد ان هم بيدوني ضمان مدة طويلة، عشان لو انا بعد سنة او سنتين حصل حاجة في القطعة دي اقدر ان انا ابدلها والاقي نفس الشركة لسه موجودة. طيب واحنا بنتكلم كده عن القطع والمفاتيح قلنا اكسسوارات. طيب ايه الحاجات المهمة اللي انا محتاج ان انا اشتريها في الاكسسوارات بتاعة القطع والمفاتيح؟ القطعة اللي احنا شايفينها في الفيديو دي انا بعتبرها قطعة مهمة جدا جدا، ودي بتبقى اسمها مفتاح طوارئ. دي بتكون اهميتها ان انا طبعا لما الكهرباء عندي بتقطع هي بتنور على طول المكان اللي قاعد فيه. فانا بحب دايما اعملها في كل اوضة وحتى في الحمامات كمان، عشان لما الكهرباء تقطع فجأة تنور لي المكان اللي انا قاعد فيه. وطبعا من الحاجات المهمة ان انا لازم اجيب الحمامات عندي القطع بتاعتها او الوشوش بتاعتها تكون ووتر بروف. وطبعا في حاجات تانية بتدي رفاهية كبيرة بس ممكن تبقى غالية شوية في السعر، زي مثلا اليو اس بي او المفتاح ديمر اللي بيزود الاضاءة بتاعة السبوتات او يقللها. طيب وبالنسبة للانواع بتاعة القطع والمفاتيح، عندنا انواع اقتصادية زي فينوس او ساس او سانشي. دول اشهر انواع، او دول 3 اشهر انواع شركات في المستوى الاقتصادي، وهو على جودة كويسة جدا مقارنة بالسعر بتاعه. وطبعا لو عايزين حاجة جودة اعلى بكتير هنروح لشركة شنايدر او ليجراند. دي بتديني جودة عالية جدا، بس للأسف السعر بتاعها بيكون غالي برضه. نيجي للنقطة التانية في الفيديو بتاعنا وهي خطوات التركيب، بداية من تفتيح الاسبوتات لحد الأباليج. مهم جدا ان انا ابقى عارف ان انا اول خطوه في تشطيب الكهرباء بتكون هي تفتيح الاسبوتات. وخطوه تفتيح الاسبوتات دي بتبدا قبل ما النقاش يبدا التشطيب بتاع السقف بتاعي. ببدا افتح الاسبوتات
وبعدها باجي اشطب السقف نقاشه، وبعد كده بركب الاسبوتات والقطع والمفاتيح اللي احنا قلناهم. انما لو هركب النجف او الاباليج دي اهم حاجه تكون بعد ما النقاش يخلص الشغل بتاعه، عشان النجف بتاعي ما يتبهدلش او الاباليج كمان. ولو حابب تعرف كل اوضه هتاخد كام سبوت بالظبط، احنا شرحنا النقطه ديت في فيديو بتاع الجبسون بورد، وازاي تحسب لكل اوضه عدد السبوتات بتاعتها. تقدر ترجع له، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بعد ما النقاش بيبدأ البطانة، نبدأ وقتها نشتغل في خطوة القطع والمفاتيح اللي احنا اتكلمنا عليها. ومهم جدا ان احنا نبدأ نركب الشاسيهات بتاعتنا، والنقاش يحرر حواليها كده، عشان الوش بتاع الكهرباء لما يركب يبقى حوالين الوش شكله كويس ونضيف حواليه. ومهم برضو لما اركب الشاسيهات النقاش يقفل حواليها بتيب، عشان النقاشة او الدهانات ما تطلعش على القطع بتاعتي او الشاسيهات. اخر حاجه معانا في الفيديو ده هنقول شويه نصايح وتريكات تاخد بالك منها وانت بتستلم الكهرباء من الكهربائي. اول حاجه لازم الكهرباء يكون معاه ميزان ليزر، عشان تستلم سواء الافقيه بتاعه العلب او الراسيه بتاعتها، وتكون على مستوى واحد، سواء العلب كلها اللي على ارتفاع مثلا عالي او العلب اللي على ارتفاع قليل. يبقى دي كده اول نقطه. من اهم الحاجات اللي لازم اراجع عليها هي لوحة المفاتيح الاوتوماتيك اللي احنا اتكلمنا عليها. لازم اتاكد ان مفاتيح التكييفات كلها المفتاح الاوتوماتيك بتاعها ما يقلش عن 32 امبير. مفاتيح مثلا الاضاءة او الفيش بتبقى من 16 او 20 امبير. والسخانات او الغسالات او اي اجهزه المطبخ بنخليها 25 او حتى 32 امبير. ومهم جدا اخلي الكهربائي يعرفني في اللوحه الرئيسيه دي مكان كل اوضه، او هو وزعها ازاي، بحيث ان انا لو لا قدر الله حصل عندي مشكله اعرف افصل المفتاح الاوتوماتيك بتاع المكان ده بس، بدل ما افصل المفتاح العمومي بتاع الشقه كلها. نيجي لنقطه استلام المفاتيح والسبوتات. طبعا لازم اتاكد في كل اوضه ان الاسقطات كلها شغاله، بشغل الاناره بتاعتي عادي جدا. وكمان لو انا مركب نجف او اباليج بتاكد ان كل حاجه شغاله كويسه. ولو انا كمان مركب التكييف بحاول على قد ما اقدر ان انا اشغل الاناره بتاعتي والتكييفات، وكمان لو عندي سخانات، بحيث ان انا اتاكد ان الشقه بتاعتي الاحمال كلها عاليه، ومفاتيح الاوتوماتيك تكون شغاله كويس جدا، وما يحصلش قفله او حمل عالي على مفتاح مثلا الحمل بتاعه قليل. دي كده اهم النقط اللي تتاكد منها ان الكهربائي اشتغل كويس في الشقه بتاعتك، وتقدر تستلم منه التشطيب بتاع الكهرباء بتاعه شقتك. لو عندكم اي استفسار او سؤال سواء في بند الكهرباء او اي بنود من بنود التشطيبات، سيبوها لنا في الكومنتات وهنرد عليكم على طول. اشوفكم على خير.